السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر خالد النجار في حلقة ولا أروع. طيب ايه الحلقة دي يا جماعة؟ حلقة ملخص للمستوى الأول كله. ملخص للمستوى الأول كله. ايه ده يا خالد ده؟ انت هتدينا المستوى الأول كله؟ أيوة، يعني عشان ما تحتاجش لحد بقى، يبقى ايه معاك كل حاجة في الاينس. اولا يا جماعه عشان ما ازودش عليكم، والموضوع هو اصلا ملخص مش اكتر. الجمله في اللغه الالمانيه يا جماعه تتكون من زوبيكت الاسم، وبعد كده الفيرب، وبعد كده الريست اللي هو باقي اجزاء الجمله. زوبيكت اللي هو الاسم، الفيرب اللي هو الفعل، وبعد كده باقي اجزاء الجمله. خلي بالنا ان دايما نبدأ الجملة باسم. الاسم ده لازم، او الفعل ده لازم يكون اوله جغص. يعني ايه جغص؟ يعني كبير، يعني كبير، مش كلاين صغير. يعني اول حرف في اللغة الألمانية سواء اسم علم او اسم شيء بيبدأ بالأحرف الكبيرة اللي هو ايه؟ جغص. يبقى احنا دلوقتي استفدنا ايه؟ استفدنا ان الجملة في اللغة الألمانية تتكون من الاسم ثم الفعل ثم باقي اجزاء الجملة. واول حرف هيتكتب جغوص، اول حرف هيتكتب جغوص زي احمد كده، ما هو مكتوب اوله جغوص. طيب، مثال: احمد شبيلت فوسبال. احمد شبيلت فوسبال يعني ايه؟ احمد بيلعب كرة القدم. الله، هو احمد الزوبيكت، شبيلت اللي هو الفعل، وفوسبال اللي هو المفعول او الريست باقي اجزاء الجمله. عود نفسك بعد كده دايما تحط الفعل في المركز التاني. الله، ايه ده؟ المستوى ده مجانا يا خالد؟ ايوه، مجانا لكل الناس عشان تشيروا كل حبايبكم المستوى ده الملخص بتاع الاينز. طيب، احمد شبيلت فوسبال. طب ممكن اقول فوسبال شبيلت احمد؟ مفيش حد هيقول لك لا، ما حدش هيعترض. ليه؟ لان الفعل بيدور حول الجملة، بيدور حول الجملة. يعني احنا لو لاحظنا الفعل شبيلت دايما في المركز الثاني، دايما في المركز الثاني في الجملة الخبرية او البسيطة. تمام؟ يبقى الزاتس في اللغة الألمانية تتكون من اسم أو ضمير، وثم الفعل في المركز نمرة 2، وبعد كده باقي أجزاء الجملة. Ich kaufe einen Stift. Ich kaufe einen Stift. أنا أشتري قلم. تمام؟ لما نيجي نعرب الجملة دي في اللغة العربية هقول إيه يا جماعة؟ إيش دوت فاعل، و كاوفي ده فعل، واينن شتيفت مفعول. طيب المفعول ده في اللغة الألمانية اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ اكوزاتيف. اسمه اكوزاتيف. عينكم يا جماعة على الجمل دي، عينكم على الجمل دي عشان هتوقفوا الفيديو وتنقلوها، وعشان تعرفوا تكوين الجملة بس بإيديكم. يعني انتوا دلوقتي أول مثال ايه اللي هيحصل؟ اهو تسوق ان هامبورج انكومن. بس انت هتعمل ايه؟ هتطبق كلامي. يعني هتجيب الفاعل او اي حاجة تانية، بس الفعل هتحطه فين؟ في المركز التاني. انكومن يعني يصل، انكومن يعني يصل. schreibt einen Fuller sie mit. einen Fuller يعني قلم، schreibt يكتب، ومت معناها بواسطة. كولن مدينة كولن، reise رحلة، beginnt تبدأ، eine eine in. طيب، seine Arbeit Schuler fängt an der. تمام؟ يبقى نحط الفعل فين؟ في المركز التاني. طيب، النوع التاني من الجمل في اللغة الألمانية الجملة الاستفهامية اللي تبدأ بفعل. اللي تبدأ بإيه؟ بفعل. أجي أسألك سؤال وأقول لك شبيلت أحمد فوسبال. شبيلت أحمد فوسبال، هل أحمد بيلعب كرة القدم؟ الإجابة في الحالة دي هتبقى يا عماد، هتبقى يا زينب،
بيا أو ناين تبقى بإيه؟ بيا أو ناين. يبقى الجملة التي تبدأ بالفعل الإجابة عليها إما بيا أو ناين، يا إما هقول ناين يا إما هقول يا. طيب لو قلت ناين أحمد شبيلت فوسبال نيشت. يا أحمد شبيلت فوسبال، يا أحمد شبيلت فوسبال. الله، إيه الحصة الجميلة دي؟ معقولة ملخص للقواعد كلها بتاعت الأ1؟ أيوه. طب السؤال بأداة الاستفهام، يتم وضع أداة الاستفهام وبعدها الفعل رقم 2 في الجملة أهو. فاز شبيلت أحمد، فاز شبيلت أحمد، ماذا يلعب أحمد؟ فوسبال، الإجابة فوسبال. Woher kommt Sarah? Aus Hamburg. Was ist das? Das ist ein Tisch. ماذا يكون هذا؟ Das ist ein Tisch. ترابيزة. Wie viel kosten die Hefte? كم تتكلف الكراسات؟ 5 أورو. 5 أورو، 5 ماركات، 5 آسف يورو. ودي أدوات الاستفهام كلها. فو يعني أين، woher من أين، was ما أو ماذا، warum لماذا، wie viel كم للكم، wer من، وفي كيف، wie lange معناها كم للمدة، wie viele كم للعدد، wann متى، welch اللي هي which اللي هي أي، womit بأي وسيلة، wonach معناها إيه، wonach عما، wonach fragen Sie عما تسألون، wie spät كم الساعة، wohin إلى أين، wie viel Uhr كم الساعة، wie lange كم للمدة، wie lange معناها كم للمدة، wissen يخص من، wissen يخص من، für wen علشان مين، für wen علشان مين، wofür بأي أو لأي حسب الإيه الفعل. طيب نيجي للفعل. الفعل اللي هو das verb. في أفعال عادية بتاخد نهايات ثابتة. يعني أنا دلوقتي لما أجي أصرف الفعل في اللغة العربية، فعل يجري، بقول أنا أجري، هي تجري، نحن نجري، هم يجرون. وفي نفس الحكاية برضو أنا بصرف الفعل في اللغة الألمانية. طيب كل أفعال اللغة الألمانية بتنتهي بالإي إن، بتنتهي بالإيه؟ بالإي إن، زي kommen، machen، fliegen، lernen، fragen. كل الأفعال دي يا جماعة أفعال إيه؟ أفعال بتنتهي بالإي إن، ولما أصرفها بحذف الإي إن. الله، ده إيه اللعبة الحلوة دي؟ يعني جميع الأفعال في اللغة الألمانية بتنتهي بالإي إن، ولما أجي أصرف الفعل بحذف الإي إن يا هند، خلي بالك يا هند. طب ولما أحذف الإي إن بحط نهايات إيش، يعني أنا بياخد إيه؟ دو يعني أنت بتاخد اس تي، إير وإيس وزي هو أو هي بتاخد تي. تمام. طب وإير اللي هي أنتم بتاخد تي. الله، ده تصريف الفعل ده جميل جدا. طب زي اللي هي حضرتك اللي بتكتب كبيرة، وزي اللي هي الصغيرة، هم، وفيا اللي هي نحن بتاخد إيه؟ إي إن. تمام. يبقى أنا دلوقتي عرفت تصريف الفعل في اللغة الألمانية. كل الأفعال بتنتهي بالإي إن، ولما أصرف الفعل بحذف الإي إن وأحط نهايات اللي هي هتوقف الفيديو كده هنا وتعرفها. ده بينطبق على الأفعال الضعيفة. طب الأفعال الشاذة بقى إيه اللي بيحصل؟ أنا بصرف عادي خالص، بس باجي عند الدو وبدال ما اضيف اس تي بضيف ايه اس تي، بدال ما اضيف اس تي بضيف ايه اس تي، بدال ما اضيف اس تي بضيف ايه اس تي. طب ومع اير واس وزي بدال ما اضيف التي بس بضيف ايه تي، بضيف ايه تي عشان اسهل النطق. الله، شكرا يا المان، عملتوا معانا واجب جميل. طيب تعالوا نجرب بقى ايه ترجمة الافعال دي. ابايتن يعمل، افنن يفتح،
فندن يرى أو يجد، أبايتن يعني يعمل، أفنن يفتح، فندن يعني إيه؟ يجد. تمام. طب عندك أفعال تاني شاذة؟ أيوة عندي. هيلفن يساعد، جيبن يعطي، شبريشن معناه يتحدث، زين معناه يرى، وليزن معناه يقرأ. إيه اللي بيحصل في الأفعال دي؟ أولا عادي خالص، الصف الأولاني مش هيجرى له أي حاجة. طب إيه المشكلة؟ المشكلة دول بقى، بدال ما أقول هيلفست أقول هيلفست، بدل ما أقول جيبن أقول جيبست، بدل ما اقول شبغشن اقول شبغشت، معدوب بالاي يا جماعه، بالاي يا جماعه. طب وزين بقى ايه اللي بيحصل فيه بقى؟ معدوب بقول زيست، وليزن بقول ليست. تمام. يبقى الافعال دي في حاجه بتتغير في اصلها، في تصريفها، معدو واير وايس وزي. طب واير لا، ما بيحصلش اي حاجه. انت بتحذف الاي ان وتحط التي. جرعه كبيره يا خالد، لا بس حلوه ومفيده. طب فيا وزي وزي، الفعل لا يطرأ عليه اي تغيير في تصريفه مع فيا وزي وزي. هيلفن فيا هيلفن، فيا جيبن، فيا شبغشن، فيا زين، فيا ليزن. تمام. طيب طب فيسن معناها ايه؟ يعرف. ايه حكاية الافعال دي كمان؟ فيسن يعني يعرف او تصريف خاص، مشتن يعني يود تصريف خاص، هابن يعني يملك تصريف خاص، زين يعني يكون تصريف خاص. ودول يتحفظوا صم، دول مفهومش تهريج، ما بيحبوش الهزار. بيقولوا لي انا ليا قاعدة خاصة، ايه هي؟ اهي تحفظني صم. فيسن يعني يعرف اهي، ich weiß ودو weißt، er وإس وزي weiß، ihr wisst، wir وزي wissen. möchten ich möchte، du möchtest. هنا هنحط ايه؟ وإير وإس وزي möchte، وإihr möchtet، وفي وزي möchten. haben ich habe، du hast، er وإس وزي hat، ihr habt، وفي وزي haben. sein اللي هو الكينونة، فيرب تو بي اللي هو في الألماني عندي. sein يكون ich bin، du bist، er وإس وزي ist، ihr seid، wir وزي sind. تمام. طيب خلي بالك بقى من هابن عشان ده ايه ليه وقفة. هابن يا جماعة معناه يملك، هابن معناه يملك، يأتي مع كل ما يمتلك. أي حاجة تمتلك يجي معاها هابن، مع جميع الأمراض، اللهم عافينا جميعا، مع المواد الدراسية، مع المصطلحات الآتية اللي هنشوفها. الله، ايه الحاجات الحلوة دي يا خالد؟ ده انت سكت وجبت لنا ايه؟ كورس كامل اهو. فاجن يعني سيارة. ايش معلش بقى الخط صغير بقى بس عشان الكم كبير، معلش حاولوا ايه لو في حاجة صغيرة حاولوا تكبروا الايه الشاشة من عندكم. ايش einen Wagen، انا معايا سيارة او عربية، اقول ايش habe. wir ein Haus، لدينا منزل. wir haben ein Haus. ich jetzt Kopfschmerzen، Kopfschmerzen يعني صداع مرض اهو. Kopfschmerzen 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 Kopfschmerzen، قول ورايا Kopfschmerzen. طبعا الملزمة دي انا بوزعها على الطلبة بتوعي في مصر، فقلت اديها لكم برضو كهدية. انتوا يعني هم احسن منكم، انتوا كلكم زي بعض عندي. wir Arabisch und Deutsch مع المواد الدراسية. wir haben Arabisch und Deutsch عندنا عربي وألماني. morgen haben شيمي und Physik عندنا بكرة كيمياء وإيه وفيزياء. وخلي بالك المصطلحات دي إيه اللي هيحصل فيها. المصطلحات دي هنترجمها دلوقتي، هي مترجمة هونجا جوع، دورست عطش، حصة أنت غشت، سوء حظ يعني بيش بيش بيش. الحظ اللي هو جلوك، المال الفلوس اللي هي جلد، وقت سايت عمل ابايت، الاجازه بتاعت الصيف فيرين، والرغبه لوست او مزاج. كل دول بيجي معاهم فعل هابن. يعني اجي اقول ايه مثلا؟ ich habe Zeit، ich habe viel Zeit، عندي وقت كتير.
ich habe viel Arbeit، انا عندي شغل كتير. ich habe Glück، انا محظوظ. ich habe Geld، معايا فلوس. ich habe viel Geld، انا معايا فلوس كتير. oh schade، ich habe Pech، انا حظي وحش. انت عطشان، haben Sie Durst؟ nein ich habe keinen Durst. haben Sie Hunger؟ nein ich habe keinen Hunger. haben Sie Ferien؟ nein ich habe keine Ferien. haben Sie Lust ins Kino zu gehen؟ عندك مزاج تروح السينما؟ nein ich habe keine Lust ins Kino zu gehen. تمام. ركز معايا بقى هنا في البيلدين دي زيتس، وانت هتعمل ايه دلوقتي بقى؟ خلي بالك عشان هتوقف الفيديو شوية كده وتنقل معاك في ورقة، وهتتعب معايا في الكورس ده بس يستاهل. وهتعمل ايه؟ هتكون جمل. يعني عندك اول مثال شرايبن يكتب فاتر اب زون ابن بريف الايه الخطاب. شرايبن يكتب هتقول ايه؟ الاب يكتب لابنه الايه الخطاب. دانكن يشكر، شولر التلميذ، ليرر المدرس. ماشي. وهتعمل ايه؟ هتكون ايه؟ جمل. طيب هتجاوب بقى على الجمل دي هنا تحت، خلي بالك. بتantworten Sie mit nein، هتجاوب بناين. sind Sie Freunde؟ هل انتوا اصدقاء؟ hilft er der Dame؟ هل بيساعد المدام؟ ist er ein Lehrer؟ هل هو مدرس؟ hat er ein Handy؟ هل لديه موبايل؟ kommt ihr heute an؟ هيجوا النهارده؟ machst du die Hausaufgaben؟ هتعمل الواجب؟ hast du Geld؟ nein ich habe kein Geld. schenkt er seine Schwester den Kuli؟ هل هيدي لاخته القلم؟ وتجاوب. وعايزك تغلط مش مشكلة وتكتب في التعليق وانا اصحح لك. geht es dir gut؟ عامل ايه؟ كويس؟ nein mir geht's nicht gut. haben Sie Bücher؟ عندك كتب؟ عندك كتب؟ nein ich habe keine Bücher. المضال فيربن. المضال فيربن مشكلة المشاكل، بس جميلة وظريفة وسهلة. ميزتها ان انا مفيش اي جملة بتعدي عليا الا واستخدم المضال فيربن. زولن ينبغي، فولن ينوي او يريد، مشن يجب، مشتن يرغب، كونن يستطيع، دورفن يسمح له. يهمنا اعرف ايه عن المضال فيربن. تيجي في المركز التاني وتتصرف حسب فعل الجملة، ويجي معاه فعل الجملة الفعل فين؟ في المصدر، يعني بالاي ان. تصريفها معيش هو نفسه اهو مع التلاتة دول. والله شكرا، سهلة قوي. طيب البيلدن زي داس بريترتم. يعني احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننزل تحت شوية كده ونشوف. جيسترن معناها ايه؟ امس. فور جيسترن اول امس. جيسترن ابند، يعني ايه جيسترن ابند؟ مساء امس. فروهر معناها زمان. دامالس انذاك، في الوقت ده يعني. ليتست يا يعني السنة اللي فاتت. طب ليه انا نشنت على الجدول ده؟ عشان دي الكلمات اللي هي بيأتي مع الفعل في البريتيري توم الماضي البسيط. دي الكلمات اللي بتخليك تحول الفعل من الايه الفعل في المضارع الى الايه البريتريتوم. والبريتريتوم ده ماضي البسيط. طب الافعال العاديه بعمل ايه فيها؟ خلي بالك انا هاجي هنا واحط ايه؟ تي قبلها. هاجي هنا واحط تي قبلها. سهله قوي. ماخن ماختن، هولن هولتن، فراجن فراجتن، بوخن بوختن، kaufen kauften، lernen lernten، لندن لندتن. تمام. ماخن يفعل، هولن يحضر، فراجن يسأل، بوخن يحجز، كاوفن يشتري، ليرنين يتعلم، ولندن يعني ايه؟ يهبط. تمام. يبقى انا بعمل ايه في الافعال الضعيفه؟ رجل ميسج فيربن بتاخد تي مع النهايه لي ان او نهايه الايه الاي تي اذا انتهى الفعل بالدي او التي. تمام. زي اربايتن اربايتتن. خلي بالك من الحته دي مهمه جدا. طب الماضي بقى بتاع زين فاغن. هابن هاتن، فيردن، فورد،
wissen, wusste، denken، dachte. دي أفعال شاذة. stark، gemischte Verben تتحفظ زي ما هي. sein يكون، werden يصبح، denken يفكر، fahren يسافر، lassen يترك. طيب دي أفعال شاذة تتحفظ صم. يعني denken ich dachte أنا افتكرت، ich dachte أنا افتكرت، ich ging أنا ذهبت، ich wusste أنا كنت أدرك أو أنا كنت أعلم، ich hatte أنا كان عندي، ich las أنا قرأت، ich ließ أنا تركت، ich las أنا قرأت. تمام. طيب المودال فيربن بقى في البريتيرتوم ايه اللي بيحصل لها؟ المودال فيربن في البريتيرتوم بنحط حرف التي بين الاي ان واصل الفعل. دي رقم واحد. طب رقم اتنين ايه؟ رقم اتنين بحذف الاملاوت. دورفين بقت دورفتن سمح له، كونن بقت كونتن استطاع، فولن بقت فولتن أراد، موسن بقت موستن وجب عليه، زولن بقت زولتن انبغى عليه، فولن بقت فولتن أراد، أراد. تمام. طيب die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. سمح للأطفال الأولاد إن هم يذهبوا مع أصدقائهم إلى السينما. Die Arbeiter konnten wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten. العمال لم يستطيعوا أن يعملوا بسبب الطقس السيء. wegen des schlechten Wetters بسبب الطقس السيء. viele Schüler كثير من التلاميذ wollten أرادوا bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen. ان هو ما يعملوش الواجب اثناء الطقس الجميل. باي ديم شونن فيتر، باي ديم شونن فيتر اثناء الطقس الجميل. ألي أبايت نيمر كل العمال مستن وجب عليهم vergangenen Monat viele Überstunden leisten. كان كل العمال وجب عليهم ان هم يشتغلوا شغل ساعات اضافيه فين امتى؟ vergangenen Monat، vergangenen Monat في الشهر الماضي. دي الأطباء زولتن وجب عليهم انبغى عليهم زيش نقضي اوبغاتشانسبوت بمشي في ميلدن. كان لازم يبلغوا رئيسهم او رئيس الاطباء امتى؟ بعد العمليه نقدر اوبغاتسيون. بيتر wollte als kleiner Junge nie zur Schule gehen. بيتر ما كانش عايز يروح المدرسة وهو صغير. als klein وهو صغير، als kleiner Junge وهو صغير، nie zur Schule gehen، nie zur Schule gehen. طيب خلي بالك هنا، ركز معايا عشان تحل ده لغاية ده بس. هنقف لغاية هنا، لغاية ده بس. بيلدن زي das Präteritum und das Perfekt. هنحط بقى ليه البف بتاع ليزن وهيلفن وشرايبن وفليجن وزين وكوفن وبيجنن يبدأ وبرينجن يحضر وشتوديرن يدرس وكنن يعرف. تمام. واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية مع الجزء الثاني من ملخص A1. كان معاكم خالد النجار. bis zum nächsten Mal. تشوس. تنسوش يا جماعة اللايك والشير.